ملخص كتاب مدير الدقيقة الواحدة. في هذا الكتاب يروي الكاتب قصة شاب ذكي يريد أن يكون مديرا ناجحا. زار هذا الشاب الكثير من الشركات وتعرف على الكثير من أساليب المدراء في أنحاء العالم، وبعد تحليل كل البيانات التي حصل عليها اكتشف أن المديرين ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول المدراء القاسيين أو المضطهدين، حيث يتعاملون بقسوة وشدة مع الموظفين ويتخذون من هذا الأسلوب منهج إدارة، وينتج عن ذلك أن تربح الشركات ولكن يخسر الموظفين ويغادرونها بشكل مستمر. القسم الثاني المدراء اللطيفين والودودين مع الموظفين، حيث يتعاملون بلطف ولين مع الموظفين دائما ويتخذون من هذا الأسلوب منهج إدارة، وينتج عن ذلك أن يربح الموظفين ويبقون أكثر مدة في الشركة، ولكن تخسر الشركة. حاول الشاب أن يوازي بين هذين الأسلوبين لكن دون جدوى. وفي أحد الأيام سمع عن مدير ذكي يدير شركة تربح ويحبه موظفوها ولا يغادرونها. مدير الدقيقة الواحدة. ذهب الشاب في الصباح ليقابل المدير، فاستقبله بكل ود، وأخبره أنه يستخدم أسلوب الدقيقة الواحدة ولم يخبره عن تفاصيلها، وأعطاه أسماء 3 موظفين ليذهب لمقابلة كل موظف في صباح اليوم التالي، وسيتعلم ومنهم أسرار إدارة الدقيقة الواحدة. السر الأول أهداف الدقيقة الواحدة. في صباح اليوم الأول ذهب الشاب إلى الموظف الذي احتفى بقدومه، وأخبره عن أول الأسرار وهو أهداف الدقيقة الواحدة، حيث يجلس المدير مع الموظف لتحديد الأهداف بوضوح وإيجاز، وكتابة كل هدف في صفحة واحدة بحيث لا يستهلك قراءتها أكثر دقيقة واحدة. ثم يقوم المدير بمراجعة الأهداف مع الموظف بشكل دوري حيث لا يستهلك منه سوى بضع دقائق، ويشجع المدير الموظف للتوقف بين كل فترة وأخرى لمراجعة التقدم المحرز وهل يتناسب الأسلوب مع الهدف، وإلا فإنه يحفزه على تغيير أسلوبه ليتلائم مع تحقيق الهدف. السر الثاني إشادة أو ثناء الدقيقة الواحدة. في صباح اليوم الثاني ذهب الشاب لمقابلة الموظف الثاني والذي احتفى بقدومه، وأخبره عن ثاني الأسرار وهو ثناء أو إشادة الدقيقة الواحدة، حيث يقوم المدير باختيار الوقت الذي يجد الموظف يعمل فيه عمل جيد، فيقوم بتشجيعه بسرعة ويوضح له التأثير الإيجابي على أداء الشركة، ويعبر له عن ثقته فيه ودعمه لتطوير نفسه والاستمرار بمثل هذه الأفعال، وهذا لا يتطلب من المدير أكثر من دقيقة أو دقيقتين. السر الثالث إعادة توجيه الدقيقة الواحدة. في صباح اليوم الثالث ذهب الشاب لمقابلة الموظف الثالث والذي احتفى بقدومه كباقي زملائه، وأخبره عن ثالث الأسرار وهو إعادة توجيه الدقيقة الواحدة، حيث يقوم المدير إذا عمل الموظف عمل خاطئ بإعادة توجيهه بأسرع وقت، ويقوم بتحديد الخطأ بدقة وتأثيره السلبي على أداء الشركة، ويصمت المدير عدة ثوان ليتيح للموظف الشعور بالقلق حيال ما قام به. ثم بعد ذلك يقوم المدير بإخبار الموظف إنه على ثقة بأنه يستطيع عمل أفضل من ذلك، وبإمكانه تجنب مثل هذه الأخطاء في المستقبل. أفكار الكتاب. أهداف الدقيقة الواحدة توفر الجهد والوقت، وتجعل الموظف يركز على أهم أعماله. ثناء أو إشادة الدقيقة الواحدة هي ضبط الموظفين وهم يعملون شيء صحيح، وبذلك تساعدهم وتحفزهم على تحقيق الاستفادة من إمكانياتهم الكاملة. إعادة توجيه الدقيقة الواحدة هي تحديد السلوكيات التي نتج عنها الخطأ، ومساعدة الموظفين على التحكم بتلك السلوكيات وتعديلها. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.